المفروض يعني ان لما الناس بدأت تعمل فكرة الافلام اصلا كانت عشان خاطر تبقى فيه رسالة. ده الكلام اللي احنا دايما بنسمعه، يقول لك الفن رسالة، واللي فيه رسالة بتبقى، وان مثلا دايما لما بيبقى فيه شر وفيه خير فاحنا دايما بنبين الشر في الاول فوق عشان في الاخر الخير ينتصر عليه والشر يبان ان هو وحش. فاحنا الناس تحاول يبقى فيها عظة في انها تتجنب انها توصل تبقى تتقمص شخصية الشرير. في مصر الوضع اتغير خالص، احنا بقينا بنتعاطف مع الشرير، بنتعاطف مع المؤذي، بنتعاطف مع الشمال في القصص. فتلاقي مثلا يعني على سبيل المثال مثلا فتلاقي مثلا انه في مسلسل الفترة الأخيرة كان اللي هو أزمة منتصف العمر. فالقصة بقى إنه واحد بيحب واحدة بنت وبعد كده بيتجوزها، وبعدين بتكتشف إنه أصلا علاقة مع أمها، وبعد كده البنت بتحمل والأم بتحمل، وجوز الأم دي أصلا مقضيها شمال في مع بنات شمال. يعني مسلسل تحسه سيناريو وحوار واخراج المسيح الدجال. فمش دي قصتي، مشكلتي كلها في انك هتلاقي شريحه كبيره من الجمهور معظمه متعاطف مع الشخص ده، مع اللي بهدل الدنيا دي، مع اللي شرد العيله دي خالص، متعاطف مع سوالفه مع دقنه، بص سرحان في تقاطيع الغمازات، فاهم مش مركز مع ان في عظه، مع ان في حد مع حد، مع في مشكله احنا لازم نخلي بالنا منها مثلا او نتجنبها. لا خالص. انا هحسن النيه وهقول انه في قصه وفي هدف وفي رساله في الاخر، وانه اكيد الحد اللي كل اللي مش شمال تمام. انا ما شفتش حد اصلا يعني ايه اتصدق حتى ب5 جنيه ولا عمل اي خير في بس هنقول ان هو في رساله ان كل اللي مشي شمال اخرته وحشه خالص. الفكره كلها ان المخرج ممكن تكون دي نيته، بس احنا بنتعاطف مع دي. يعني انت هتلاقي نص الجمهور الستات بيتكرشوا على المؤذي ده، ونص التاني بيقول لك لا يا عم ده ضحيه مجتمع، ده ضحيه السايس، ده ضحيه بتاع الدليفري. ده ضحيه المخرج هو اللي عايز يحصره في الدور ده، او المخرج ما اداهوش بقيه حقه تقريبا. فهو بيحاول ان هو يردها له، بس يعني جد غلط منه. فتحس ان احنا بنبرر دايما، فتلاقي انه اي عمل بيبقى البطل فيه حد يعني بص جاحد، حد شمال، حد تاجر بودره، تلاقي ان احنا بنتعاطف معاه وبيصعب علينا والبوليس بيقبض عليه او هو بيضربه بالنار مثلا. يعني الفيلم ما يخلص احنا بنتقمص الشخصيه يعني احنا بنكمل مسيرته. يعني هو مثلا لو الشخص الشرير ده مات احنا بنكمل مسيرته، تحس ان احنا الورثه، فاهم؟ احنا بقى بنتقمص شخصيته. طب وبالنسبه للراجل الطيب او الضابط اللي قتله ده، لا ما فيش. حتى سبحان الله في افلام هوليوود تلاقي ان احنا كلنا بنتقمص شخصيه الجوكر مش باتمان مثلا. لا احنا مش، هل معناش فلوس نجيب القناع مثلا، او شايفين ان احنا الجلابيه السوداء دي مثلا، لو العبايه السوداء دي لو مشينا بيها في الشارع هيبقى شكلنا عبيط. طب ما هو الجوكر برضه عبيط. يعني لو انت هتتخيل الوضع ما تعرفش هل احنا في جوانا مثلا الشرير دايما هو اللي بيطغى، فاحنا هل دي مثلا يعني الضمير عندنا هو اللي بيحيي الشخصيه؟ احنا جوانا جوه كل واحد فينا شرير. مع ان دايما احنا لما بنتكلم يقول لك والله يا اخي لما كنت انا نقطه ضعفي طيبه، ان انا قلبي طيب. الاعمال الدراميه مش بترسخ عندنا ان الشرير خلي بالك منه، او ان هو العظه احنا ما بناخدش يعني ما بناخدش بالنا من العظه دي خالص. احنا فكره العظه دي بنشوف انه لا يا عم لا دي صدفه، لا هو ده بس تقدير من المخرج. لا بس هو حد هو بص شوف في بذره طيبه، يعني المؤلف ما شافهاش، المخرج ما شافهاش، احنا شفنا بذره الطيبه في الشرير. وبص ومسحنا تاريخ الحد الكويس. لو في حد مثلا ظهر بيصلي ركعتين بنقول ده بيدعي الدين مثلا في المشهد. لكن فكره ان احنا نبقى ضد الشرير في الفيلم لا، يعني هيبقى احنا والمخرج عليه، احنا والزمن عليه، لا ازاي؟ ما يصحش. فاحنا عندنا تعاطف مع الشرير رهيب جدا وعشان كده ما تستغربش مثلا لما تلاقي انه يجي بعد يتفرج لك مثلا على اعمال محمد رمضان اللي هو معظمه كان ده يا عم ده نشر البلطجه، تلاقي بعد الفيلم ما يخلص هو ما نشرش البلطجه، هو احنا كنا بس محتاجين حد يدوس على الزرار يعني. طب ما هو ماشي يا عم، جاب لك انه اخره البلطجه كانت سودة، انت ما خدتش بالك؟ انت بتحب الغوامق يعني ولا ايه؟ مش فاهم. طب لو عمل دور ظابط، يعني لو هو عمل دور ظابط مش بنحب البطل اللي هيقوم بدور ظابط او هيقوم بدور طيب الا لما تحصل له ظروف منيله تقلبه لشخصيه شريره، فنقول انه ده ضحيه المجتمع ونشاور عليه ضحيه المجتمع. يا سلام يا سلام، شوف يا اخي الدماغ، شوف الانفصام اللي احنا عايشين فيه. احنا نحبه لما يتحول، تمام؟ احنا بنحب ده، نحس ان احنا جوانا في حد مضروب بالجزمه، فاهم؟ فاحنا ما بنصدق نلاقي حد في الشغل لنا ما تعرفش. والمشكله احنا بنشوفه بيموت، احنا بنشوفه في الاخر الفيلم بيتبهدل او نهايته بتبقى بيقول له وهو بيموت كده محدش يعني زي، فاهم؟ اللي هو شويه كده وهيطلع من التلفزيون
ابوس ايديكم يعني ركزوا مع الطيب اللي في القصه، انا مت تمام، محدش يعمل زيي. لا 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 لا، انت كده انت مش فاهم، انت مش عارف مصلحتك، احنا هنكمل مسيرتك، موت انت وارتاح، احنا هنكمل الكفاح، فاهم؟ فمعضله غريبه جدا جدا يعني، يعني سؤال عايز يتعمل فيه دكتوراه، فاهم؟ يعني نعرف احنا عقليه المشاهد المصري ايه، بتتكون من ايه يعني ايه المنطق اللي احنا بنتعامل بيه مثلا، ما تعرفش. وفي الاخر برضه، في الاخر نقول ان احنا السينما هي اللي عملت فيك كده، هي طلعت فيك حاجه وحشه يعني، هي اظهرت الحته اللي انت ايه، الحته الشمال او الحته السوداء اللي جواك، اظهرتها للواقع، بس هي ما حولكش من حد كويس طيب كيوت لذيذ حاجه وحشه، لان السينما فيها او الدراما فيها الكويس والوحش، بس انت يعني تلاقي ان اللي بيطغى الوحش. مثلا المسلسلات اللي كان يطلع فيها مصطفى شعبان بلطجي، او يطلع فيها بتاع مش عارف تاجر مخدرات، تلاقي ان الافيهات بتاعه البلطجي، الافيهات بتاعه الشرير هي اللي بتعلم مع الناس بعدين بعد رمضان، ولا في التفاصيل الاغاني فاهم؟ مسلسل فيلم الكيف، اكبر مثال فيلم الكيف، مين الشخصيه اللي لمعت؟ محمود عبد العزيز، تمام، المزاجنجي هو اللي لمع، مش الدكتور الجامعي. لا لا لا، احنا حبينا كاركتر المزاجنجي ليه؟ بص يعني، مع انه هو الراجل اللي بص، اللي ماشي شمال شمال الشمال يعني، وهو اللي ورط الراجل الغلبان الطيب ده يعني، تمام، وربنا عاقبه بانه وشالوا له صباعه. لا احنا قلنا لا، ده ابتلاء، ده ابتلاء، وربنا اكيد شايل لك حاجه حلوه في الاخره. فاحنا كشعب غريب، والموضوع يعني محتاج فعلا دراسه والله العظيم يعني.